اكبر المشاكل اللي بتقابل الناس في الريزم ان الريزم بتاعها ما بيتصدقش. دي مشكله شائعه وللاسف بسبب حاجات كتير. النهارده هنعرف اهم حاجه بتخلي الريزم بتاعنا ما يتصدقش. بص معايا كده، القطعه ديت معموله واصله للبونبونيره، بس هي للاسف جت هنا واحنا حطينا الوان مضيئه كتير عشان تبقى منوره جامد قوي بالليل، بس للاسف الالوان زادت فهي مش راضيه تنشف. بص كده، دي مشكله. تعالى بقى اقول لك على الحل بتاعها. هنحط شويه ريزن على المسلط بالنسبه المظبوطه بتاعته ونقلبهم كويس جدا جدا جدا. بعد كده الحل السحري اللي يخلي الريزن بتاعك بدل ما ينشف في 24 ساعه ينشف معاك في 5 دقائق. حط عليه الحراره من بعيد وسيبه يسخن جامد قوي. بعد كده هوريك هتعمل ايه. بكل بساطه تجيب شويه الريزن الصغيرين قوي اللي انت جهزتهم دول وتصبهم على القطعه من فوق. هتفضل تسخن في الريزن لحد ما تلاقيه سخن معاك جامد جدا، وقبل ما يطلع دخان ستوب، لان انت كده هتخش في مرحله الخطر. احنا كده سرعنا تفاعل الريزن مع بعضه فهينشف معانا بسرعه جدا، لان احنا عايزين نطلع القطعه دي بسرعه. كل الاسرار دي واكتر هتلاقيها موجوده في مكانين. اولا كورس الريزن الاوفلاين اللي احنا بنقدمه، اللي هتلاقي معاه كمان كورس الكونكريت وكورس الشمع، الثلاثه مع بعض عاملين لك عليهم باكج. او لو انت بعيد ومش هتقدر تنور، خد عرض الباكج ال7 كورسات اللي احنا عاملينهم لك على 7 مجالات فنيه كلهم بيخدموا على بعض. اكتب لنا رساله واسالنا عن التفاصيل، او خش على اللينك اللي قصادك دوت هيدخلك على طول على عرض ال7 كورسات.